انا عايزك تفضل 24 ساعة عايش في جو جنون العظمة ده، لان صدقني طول ما انت مقتنع ان انت عظيم، وطول ما انت مقتنع ان انت هتعمل حاجة تفيد بيها نفسك، وطول ما انت مقتنع ان انت هتبقى ناجح، صدقني انت هتبقى ناجح. مفيش اي حد في الدنيا عامل زيك، وان مفيش اي حد في الدنيا يقدر يوصل لربع اللي انت عايز توصل له. اللي بيسعى بيلاقي. اول ما تلاقي نفسك ان انت كل الناس بقت ضدك، وكل الناس بقت واقفه قصاد الحاجه اللي انت بتعملها دي، تعرف 100% ان انت ماشي على الطريق الصح. وبيجي في الاخر بعد ما انت بتنجح، بتبص بتلاقي الناس دي كلها حواليك، وتبص عليهم كده تلاقيهم بيسقفوا. Get up! Your future is brighter than your past. Get up! Your ladder is greater than your former. Get up! Because the best is still yet to come. I got a God who works miracles. انتوا عارفين يعني ايه طموح يا جماعه؟ يعني الشغف اللي بيدفعك ان انت تتحمل الضرر الجسدي والنفسي وتتقبله في اطار اللي انت تحس بالشيء من الانجاز. كده انا عندي طموح. فكره ضهري بيوجعني عادي، طب ما انا واقف وانا بشتغل، ما هي رجلي بتوجعني عادي 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 معايا. مش اللي انا اقول نفسي، في فرق بين الطموح ونفسي. كلنا نفسنا، اي حد لو عدت قدامه اي عربيه مرسيدس يقول نفسك في نفسي فيه، محدش يقول لك لا والله ما بحبش المرسيدس مش عايزها. ما تحبهاش خلاص ان شاء الله مش هتجيب مرسيدس حاجه ان شاء الله. قول امين. لا قول امين مش انت ما بتحبهاش. صليتوا على النبي، صليتوا على النبي يا جماعه. ففي فرق بين ان انا عايز وفرق ان انا نفسي. كلنا نفسنا في اي حاجه حلوه، اي حاجه اعلى من امكانياتنا نفسنا فيه. لو انت عرضت عليا بيت احسن من اللي انا فيه اقول لك نفسي فيه، ولو عرضت عليا موبايل احسن من اللي معايا اقول لك نفسي فيه، ولو عرضت عليا عربيه احسن من اللي معايا هقول لك نفسي فيها. ليه؟ لان اعمل اللي عليك وما تخافش. هات اخرك وما تبصش وراه. البنى بياخد سنين، لكن الهدف بيجي بدقايق. I will not stop. I will not be defeated. Lose. I don't lose. I win. That's my job. That's what I do. The odds were stacked against me. I won anyway. Because I win. I'm a winner. I'm going to win. I will not stop. I will not be defeated. Lose. I don't lose. I win. That's my job. That's what I do. The odds were stacked against me. I won anyway. Because I win. I'm a winner. I'm going to win. خذها قاعدة في حياتك: العلم لا ينال براحة الجسد. عمرك ما راح تتعلم وتترقى وتصل إلى القمة براحة الجسد. لازم تتحرك وتتعب وتتحمل وتضغط على نفسك من أجل العلم. اللي مش هيلحق نفسه من دلوقتي ويأمن نفسه مشكلة هتقابله كبيرة. طلاب ثالثه ثانوي في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، الامتحانات تقترب أيام وهيجي شهر مارس، ودايما بيتقال إذا جاء شهر مارس انتهت المدارس. يعني خلي بالك، أيام وهيجي رمضان، أيام وهيجي شهر مارس، العيد جه هوب جدول امتحانات الثانوية العامة نزل بالفعل، الامتحانات هيبقى ناقص عليها أيام. اللي مش هيلحق نفسه من دلوقتي ويأمن نفسه مشكلة هتقابله كبيرة. ملاقيش بقى طالب ابن حلال يقول أصل في غش وفي سماعات وفي ماشي. لو في كل اللي انت بتقوله، في الأحسن من كده والأكبر من كده في ربنا هو العدل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اجتهد وخذ بالأسباب وتأكد علم اليقين إن اللي ربنا كاتبه هو الخير، وافتكر دايما ربنا هو العدل. كل حاجة بتحصل ليها حكمة. انت دورك ان انت تذاكر، انت دورك ان انت تأخذ بالأسباب وتقول يا رب دعواتي للجميع بالتوفيق. سيد العراقي. في كل مرة كان يظهر لنا شخصيته، في كل مرة كان يقول لن أستسلم، لم أموت بعد. الشغف في قلبه، القتال حتى اللحظات الأخيرة، لا يرمي المنديل إطلاقا. هذا الرجل لا شك يقدم لنا دروس. Listen, no one's coming to save you. No one's going to hand you the life you dream about. It's all on you. Pain, the struggle, the late nights. They're building the version of you that can handle the future you want. Stop waiting for the perfect moment. It doesn't exist. The moment is now.
Every step you take in the dark brings you closer to your light. Keep moving, even when it hurts. They said you wouldn't make it. They doubted your strength. They questioned your worth. But here you are, still standing, still fighting. And every time you rise, you prove them wrong. Strength is not given to you, it's earned in silence, in sacrifice, in struggle. You don't need their approval. You only need your will, and with that will, nothing can stop you. اسكت وخلي نجاحك يتكلم بالنيابة عنك. اسكت لما يتقالك مش هتقدر. اسكت لما يتقالك اللي بتحلم بيه ده صعب وخش اشتغل وخليه سهل. اسكت لما تحس ان اللي قدامك شايفك بتحلم وخش اشتغل واثبت له انك قدرت تحقق بنجاحك حلم. اسكت لما تحس ان محدش مآمن بيه وخش اشتغل واظهر بنجاحك ليهم، وهتشوف قد ايه انهم كانوا الوقود ليك، وان ربنا حطك في ده عشان تقوم تتحرك وتنجح، مش عشان تحبط وتصدق كلام. اسكت واشتغل. عايز تثبت اي حاجة قوم اشتغل. عايز تتكلم اتكلم بنجاحك، ما تتكلمش بلسانك. الراحة من حقك، تشيل الفيشة من حقك تماما. طول ما انت بتعمل هذه الأعمال بإرادتك وانت بتفكر وانت بتتخذ القرار، توكل على الله. حاول يا عزيزي على قد ما تقدر طول ما انت محتاج تعمل كده انك تبطأ من زمن حياتك اللاهف، تخلي الإيقاع أهدى شوية، تخلي الدوبامين ناتج من أعمال لها معنى بالنسبة لك. الراحة من حقك. تتحقق الأحلام وإن تأجلت. يكتب لك النجاح وإن خذلت في مرة وفي مرتين. سيكتب لك السعادة ولو بعد حين. سيكتب لك الفرح ولو بعد حين. لا تيأس، عليك أن تواصل، وعليك أن تعمل، وعليك أن تؤمن بذاتك قبل الغير. ما تأجلش، نبدأ حالا. اعمل اللي تقدر عليه النهاردة، حتى لو مش هيطلع حلو، حتى لو اليوم مش مناسب، وحتى لو الظروف مش مهيئة. ازاي اقعد وقت كبير اذاكر من غير ما ازهق؟ لا عادي بتزهق. لا ما هتزهق ما ينفعش. ما عنديش طريقه تخليك ما تزهقش. فاهمين ولا مش فاهمين؟ هو عايز طريقه تخليه يذاكر كتير من غير ما يزهق. لا ما فيش طريقه. هتزهق وهتحس ان انت صدعت، وهتحس ان ظهرك وجعك، وهتحس ان انا مخنوق، وهتحس اني مش هتحس كل احساس. طب اعمل ايه؟ لا عادي بتذاكر وانت زهقان. انتوا معايا يا جماعه ولا مش معايا؟ مش فاهم جماعه. برضو نفس الكلام. هو انت مين اللي قالك ان بابا انت بتبص في وش بابا ونزل الشغل الصبح وما بتبصش؟ وبقى بص كده في وشه. احيانا بتنسى انت الموضوع ده. شوف وشه عامل ازاي. هو مش شايف ولا شايف حد قدامه، ولا شايف نفسه، ولا شايفك، ولا شايف الحياه، ولا شايف حد خالص، ومع ذلك راح الشغل. طب يا عم ادام انت نفسيتك تعبانه ما تقعد. يعني ايه نفسيتك تعبانه اقعد؟ ده مش خيار مطروح. الكل يجيد صياغه الامنيات، وربنا قال ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، ولم يقل بما كنتم تأملون. وتذكر دائما التعب يزول وينسى، والنتائج تدوم وتبقى. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال.